يا ربي يلقاوها. كتقول باللي كانت سندس خلاتها في الدار معاهم، ولكن ملي رجعات ما لقاتش سندس، وكتقول لهم فين هي سندس. لقاتها خرجات، كيقولوا لها ما نعرف فين. ومع الاسف تم بداو البحث وبقات الخلعه والخوف كيدخل في القلب ديال الام سندس اكثر واكثر، والاب ديالها بعد فقدوا الامال وكل شيء بدا كيقلب. برو السلطات وتدخلات شخصيا على الفور، وقلبوا شفشاون تقريبا كامله الواد، كيقلبوه قنت بقنت. تم الحصول على الحذاء ديال سندس. مع الاسف كان امل انهم غادي يلقاوها، ولكن ما لقاوهاش، وبقى البحث مستمر في الواد لحد الساعه. الشيء اخوتي اللي ولا كيوقع في المغرب، هانتوما غتشوفوا اطفال وحدين اخرين تخطفوا. والوالده ديال واحد الوليد اللي مؤخرا يلاه البارح تخطف، عنده 11 سنه، حاطه النمره ديال التليفون ديالها وكتطلب من الناس، والصوره ديال ولدها كتطلب من الناس انهم اللي لقى هذا الوليد هذا يتصل بها على الفور. خليكم مع الفيديو تشوفوا الوليد وتشوفوا الصوره ديالو والنمره ديال الهاتف، عل وعسى شي حد هنا عندي يدخل ويشوفها ويعيط لهاد السيده في سبيل الله يا ربي، باش هكا القلب ديالها والكبده ديالها ترتاح على الابن ديالها. السلام عليكم. واحد السيده جات عندي مسكينه ضاع على الولد ديالها، انا نخليكم التصويره ديالو اللي كيعرفوا ولا شي حاجه يتواصل معاه، قول لهم الولد ديالك شحال عنده سنه. هذا هو الفيديو اللي خلات الوالده ديال هاد الطفل هذا اللي مازال صغير عنده 11 عام خرج وما رجعش. يعني واش هاد الظاهره خوتي عاديه بانت لكم في المغرب؟ بزاف ديال الاطفال، انا غنحط لكم صور اللي تختفوا هاد السيمانه هذه وما بانش ليهم الاثار. حالة اختفاء هاد الشيء الصراحة ماشي عادي. بزاف ديال الوليدات اللي ضيعنا هاد السيمانة هادي، بزاف ديال الوليدات اللي كيقلبوا عليهم الوالدين ديالهم والكبدة ديالهم مشوية، الله يحسن عوانهم. فالصراحة الناس يحضروا وليداتهم بالخصوص. هاد الايام هادي واحد الظاهرة اللي ولات شائعة ان الاطفال كيتختفاو من قدام عينين والديهم. هاد الشيء خوتي غريب عجيب. الله يدير تاويلة الخير يا ربي، والله يحفظ وليداتنا ووليداتكم ووليدات جميع المسلمين. في الاخير كيبقاو غير براء او اطفال. السلام عليكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك على القناه لكي يصلكم دائما